سلسلة فن الشموع. هنبدأ بقى النهاردة في الجزء العملي، ازاي نعمل الباكج بتاعة الفواحة وشمع الفندق بشكل عملي. بصوا بقى، احنا دخلنا في العملي. فأنا عايزة اقول لكم ان العملي بيبقى طويل شوية، معلش الفيديوهات بتاعته استحملوني، علشان انا بحب يعني اوريكم كل الخطوات قدام الكاميرا، كأني معاكم بالظبط في البيت، وكأني واقفة معاكم مع كل واحدة فيكم، وعمالة بشرح لها خطوة بخطوة خطوة بخطوة لغاية لما نوصل للمنتج النهائي اللي انتوا شفتوا الفيديو بتاعه، اللي انا يعني حطيته لكم على الاكونت بتاعي علشان تشوفوا شكل المنتج النهائي، اللي هو كان عبارة عن الفواحة دي وهي شغالة، وكان فوق بقى شمع الفندق وهو بيسيح. تمام. معلش هيطول معانا الفيديو علشان تاخدوا الحاجة مظبوطة. تمام. لو انتوا فعلا عايزينه يبقى مشروع مربح ليكوا وتبقوا عارفين خطواته وتعملوا حاجة يعني بروفيشنال فعلا. اول حاجة ان احنا هنفتح الميزان بتاعنا وهنحط المعيار بتاعنا. طبعا هو هيدينا جرامات، فاحنا هنعمل تير. ماشي، اللي هو ده تير. ثانية اقرب عشان تشوفوا كلمة تير اهي، هندوس عليه عشان نشيل وزن ايه، نشيل وزن المعيار، ويبقى اللي جوه بس اللي هو الشمع هو بس اللي احنا ايه الوزن بتاعه، يعني الوزن يبقى مظبوط، لان احنا في الشموع بنحتاج طبعا ان احنا نظبط وزن. ليه نظبط وزن؟ علشان نظبط نسبة العطر، فيبقى ان شاء الله الشغل مظبوط. تمام. هنبدأ بقى نوزن 100 جرام. بس كده جاب 100 جرام. خلاص وزننا 100 جرام. هنبدأ نحطه في المعيار بتاعنا. تمام. وهنقفل الميزان. بصوا بقى كده معايا، هحط مية في الحلة، بحط التلت بالظبط، بحط ايه التلت بالظبط، علشان لما باجي احط الشموع كده بتاعتي يكون مغطيها. بصوا اهو، يكون المية مغطياها، يا دوب مغطياها، عشان لما يجي يغلي ما تخشش المية هنا. فالتزموا دايما انه ايه المعيار كده. وانا على فكره مجهزه لكم PDF وكاتبه لكم في الPDF بالتفصيل زي بالظبط شرح الفيديوهات، ما تقلقوش خالص، فانتوا مش محتاجين تكتبوا معايا. هحطها بقى على البوتاجاز، ثانيه واحده هوقف عشان اجيبكم لزاويه البوتاجاز. يلا نكمل بقى مع بعض. تمام. تمام. هنفتح كده البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. بصوا النار بتبقى عامله ازاي، بتبقى ايه، ممكن نعليها كده بس شويه. تمام. ثانيه بقى واحده. هنجيب، لو تفتكروا الالوان، فاكرين الالوان؟ على فكرة كمان نقدر نستخدم الالوان دي اللي هي الباودر البيجمنت اللي عندنا برضو في خامات شموع. لكن يعني كمبتدئين انا ما بنصحش ان احنا نبدأ بيها. الاول نبدأ بدي، وبعد كده واحدة واحدة نبقى نتدرب على الباودر. فعلشان كده انا في الكورس المبدئي بتاعنا ببدأ بايه، بدي. ثانية، عشان المفروض بصوا تبقى عقلة اصبع اهي على ال100 جرام بتاعنا. هنجيب مبشرة صغيرة كده، معلش بقى نسيت اقولها لكم في الادوات، عشان بس انا ليه بجيب مبشرة، عشان بس اسهل الدنيا في موضوع الايه، في موضوع الدمج، ما يترسبش معايا. ولو اترسب حبة هقول لكم برضو نعمل ايه، بس ان شاء الله مش هيترسب اهو. بس كده. تمام. بعد كده هنعمل ايه،
هنجيب زي ما انتوا شايفين كده وهنقلب لغاية ما يسيح. خلاص نقعد بقى نعمل كده، ندمج لغاية لما يسيح الايه الشمع ويندمج باللون. طبعا انا هقفل دلوقتي برضو، هعمل بوز لغاية لما يسيح واوريكم شكله علشان نكمل المراحل بعد كده. وهقول لكم برضو ان احنا امتى بنقيس بالترمومتر عشان نعرف درجة الانصهار بعد كده. طيب بصوا دلوقتي هو ساح خلاص الشمع زي ما انتوا شايفين واندمج باللون، لان احنا طبعا بشرناه صغير وقلبنا كويس. دلوقتي بقى احنا بنحط ده ازاي؟ اولا احنا طبعا بندوس من اون واوف هنا وبنظبطه على درجة سيليزية. تمام، بنظبطه ايه على درجة سيليزية، مش فهرنهايت. من هنا مش بنحط اف، بنحط سي. تمام. طيب ازاي بقى ان احنا بنشوف درجة الحرارة؟ احنا بنحطه بشكل مايل كده وما بنوصلش للقاع، عشان القاع اكيد هيكون سخن، علشان يدينا درجة الحرارة الصح. تمام، ما يقعدش يدينا درجة حرارة غلط. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين هو لسه بيطلع اهو. اه في حاجة تانية، احيانا يا جماعة بيقعد يطلع وينزل يطلع وينزل عادي. عادي ساعات يعني ساعات كده هو بيعلق مع ان مثلا الحلة بتكون اكبر يعني كبيرة، الشمع بيكون اصغر من كده مثلا 50 جرام ولا حاجة. فده طبيعي. دايما بنحاول نظبط بقى ايه الحلة اللي احنا بنعمل فيها. يعني ممكن ناخد حلة اصغر من دي لو احنا بنعمل اقل من كده. خلاص اهو انا بكلمكم بقى 63. هنفضل كده بقى، انا هقفل طبعا معاكم برضو ونكمل لما يوصل لدرجة الحرارة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنفضل بقى كده لغاية لما يوصل لدرجة حرارة 82. شمع النخيل اللي موجود في مصر كده 82. طبعا في الدول العربية بيكون درجة انصهاره أقل لأنه نوع شمع تاني برضو نخيل. زي شمع العسل كده، في شمع فليكسات وفي شمع عسل أصفر اللي هو بتاع اللي هو بيكون أقراص كده أصفر، وفي اللي هو شمع العسل المفلتر الحبيبات، وفي شمع العسل ايه اللي هو الحبيبات الاوف وايت. فيعني الشموع كتير. خلاص فاحنا دايما لازم نسأل المورد اللي بنشتري منه يا ترى درجة انصهار الشمع ده ايه، بحيث ان احنا بس نعرف نتعامل معاه. فاهمين قصدي؟ المورد الامين هيقول لكم، اللي بيبيع الخامات يعني هيقول لكم درجة انصهاره كذا. فاهمين قصدي؟ انا بقى هقفل معاكم، هو دلوقتي بقى 70 لغاية لما يوصل 82، عشان بعد كده احطه يهدى جنبي على اسمها ايه يا ربي بتاعتنا الرخامة بتاعتنا، عشان بعد كده بقى اقول لكم نعمل ايه. طيب تعالوا بقى نكمل احنا في المرحلة دي بنعمل ايه. في المرحلة دي بنسيبه يهدى شوية الشمع عشان طبعا هو سخن. يعني لسه درجة الحرارة بتاعته عالية. خلاص فبنسيبه يبرد، وبنبدأ ان احنا نوزن العطر نسبته هنا في الفندق 15%. بنحسبها ازاي يا شيماء؟ بنضرب 100 اللي هو وزن الشمع اللي احنا عملناه 100 جرام، يعني 100 في 15 علامة في المية على الآلة الحاسبة يساوي، هيدينا 15 جرام. خلاص هيدينا النسبة بالجرامات. طبعا مش بعمله في معيار، غلط موضوع المعيار، لأن العطور بتختلف في الكثافة من عطر للتاني، لازم نوزن. خلاص المرحلة دي بقى هو كده ايه، هنبدأ بس نهديه، بنقلب فيه شوية كده عشان يهدى درجة الحرارة بتاعته وتنزل، ونبدأ بقى ايه نشوف درجة حرارته قد ايه. لما توصل لدرجة حرارة من 65 ل70 براحتكم يعني تحطوا العطر. طيب ده بناء على ايه يا شيماء؟ بناء على جودة العطر بتاعي. انا لو شايفة ان العطور اللي انا بجيبها ما بتتبخرش وقوية وبتتحمل معايا عادي احطها على 70. لو حاسس ان العطور بتاعتي او حاسه ان العطور بتاعتي ما بتستحملش الحراره العاليه، احطها كده على درجه حراره ايه، يعني ايه مثلا 66 65، بس مش اقل من كده، علشان نقدر ندمج العطر فتره كافيه فيندمج مع الشمع
ويبقى فواح معانا، وعشان خاطر ما يتصلبش مننا الشمع. لو اتصلب مننا الشمع هتبقى مشكلة انه مش هيندمج العطر كويس، فهنلاقي بقى الشكوى دايما المعتادة، اللي هي الشكوى يعني الشائعة بتاعتنا، اللي هي ايه، ده انا مش شم عطر، ده انا مش شم عطر. بالاضافة ان احنا لما نخلصه هقول لكم نعمل ايه، يعني بنعتق كمان الشمع بس واحدة واحدة. فانا هقفل معاكم دلوقتي لما يبدأ يهدى شوية ويوصل لدرجة حرارة 70، هفتح معاكم ونبدأ ندمج العطر. تمام، بصوا معايا هو خلاص وصل ل70 و8، بس هو يعني عشان طلعته وصل لدرجة حرارة 70. هناخد بقى العطر بتاعنا وهنبدأ بالتدريج، يعني بالتدريج ننزله ونقلب لمدة دقيقتين على الستوب ووتش فعلا. يعني نمسك الموبايل بتاعنا ونظبط الستوب ووتش على دقيقتين. ليه؟ عشان في عطور بتبقى كثافتها عالية فلازم تقليب كتير. تمام. وعلى فكرة دقيقتين دي كمان للعطور الخفيفة، يعني لو عطر كثافته عالية هيحتاج اكتر. بصوا حاولوا تجيبوا برضو المفرش السيليكون ده، هتلاقوه عند الناس بتوع مستلزمات المطبخ، علشان لو وقع منكم الوان او عطور او كده ما تطبعش على الرخامة بتاعتكم. بنقعد بقى ندمج كده بالشكل ده لمدة دقيقتين. بصوا انا هقفل ولما اخلص هرجع تاني. تمام، بصوا بقى معايا المرحلة الأخيرة ان انا خلاص انا دمجت العطر. بسرعة بسرعة بقى بسخن القوالب. بسخن القوالب ليه يا شيماء؟ عشان الشمعة تبقى خالية من العيوب، ما يطلعليش بقى فيها اي دفو ولا نقط بيضة ولا اي حاجة. بنبدأ بقى نصب. زي ما انتم شايفين كده. بصوا نحاول ما نزودش عشان بس الفينش بتاعنا يبقى مظبوط. يعني انا احيانا برضو بصراحة بيقع مني ببهدل الدنيا، بس بحاول على قد ما اقدر اظبط ايدي. بس عشان زي ما قلت لكم الفينش يبقى مظبوط. بصوا انا معلش عايزة اعمل دي تاني بسرعة كده. بصوا طبعا العطور بقى براحتكم، يعني انا حطيت العطر اللي انا بحب ان انا احطه، عشان في فترة الصيف بيكون في ناموس وكده. براحتكم طبعا. في بقى في خامات شموع اصلية في عطور كتير جدا، يعني في ما يقرب تقريبا من 17 عطر، انا مش متذكرة بس حاجة زي كده يعني. عطور بقى مختلفة، فرنسية، شرقية، يعني عطور كتير، عطور فواكه، عطور ورود. فهتستمتعوا ان شاء الله تعالى بتجربة العطور عندنا يعني. بس انا طبعا حطيت اللي انا محتاجاه الفترة دي. طيب بعد ما بصب بعمل ايه يا شيماء؟ بعد ما بصب بسيبهم براحتهم خالص ينشفوا خالص، ما بتسرعش عشان ممكن يبانوا بالنسبة لي ان هما
يعني نشفوا، بس هما من الداخل مش هيبقوا نشفوا فهيتكسروا معايا. فبلاش يا جماعة الاستعجال، الله يبارك لكم. طيب لو اتبقى مثلا معايا، عشان انا لسه مثلا مبتدئة، اتبقى معايا يا شيماء ترسب لون مثلا في الاخر، يبقى اخر حبة ما صبهمش. لو اتبقى معايا حاجة مترسبة من اللون، خلاص ده انا هقفل بقى معاكم، ولما ينشف خالص هوريكم النتيجة.